بسم الله الرحمن الرحيم. بتحدث بالنسبة لجلسة اليوم وما بدر من سعدون حماد إلى وليد الطبطبائي وإصراره بتحدث في أمر شخصي ويمس عوائل كريمة. وأقول حق سعدون حماد: أنت إيش علاقتك في الموضوع؟ وليد الطبطبائي طلب برفع الحصانة ولم يتم مداولة الموضوع، انزين، وأنت تصر أن إلا تبي تفتح الموضوع. هذا أمر عائلي، أمر شخصي، وطلب الدكتور وليد الطبطبائي أن ترفع الحصانة عنه، ولكن إصرارك يبين أن هذا أمر شخصي. وانحدرت الخطابات في قاعة عبد الله السالم وتعطلت الأمور والقضايا المهمة بناء على قضية شخصية ما تهمك لا من قريب ولا من بعيد. أتكلم لسعدون حماد، أقول لأسرة الطبطبائي محشومين والبينة على من ادعى. اليوم القضية بتروح النيابة ويحكمون عليها. الأمر الشخصي والعائلي لم يتعودون أهل الكويت في التدخل في أمور شخصية وعائلية. وأريد أن أكرر، وأنا دائما أذكر الأسماء، أقول لسعدون حماد: اركد شوي، مالك علاقة في الموضوع. تبي ترفع الحصانة، وهو من طلب برفع الحصانة. كثير من القضايا في مجلس الأمة وتحت قبة البرلمان يقول نكتفي في التقرير ويتم رفع الحصانة. إصرارك بهذه الطريقة والدخول في أمر شخصي، في أمر لا يعنيك من قريب ولا من بعيد، شو اللي تبي توصل له؟ تعطلت الجلسات، تعطلت قضايا البلد المصيرية، كنا نبي نناقش برنامج عمل الحكومة، وتدخلت في قضية هي نقول عائلية وأسرية وأنت مالك علاقة فيها بتاتا. الكويت لم يجبلوا على هذا الأمر التدخل، لا أتكلم لا دينا ولا شرعا ولا قانونا ولا عادات الكويت تقاليد أنك تدخل فيها. الأمر قد يكون كيدي، أنت إيش علاقتك في الموضوع؟ تدخل وإلا تبي تبحث وتقول أنا بنشر. شو بتوصل له؟ تبي تنشر؟ هل واحد طلب مساندتك؟ هل واحد طلب أنك أنت تسانده؟ أو أنت محامي عن من؟ فأنا بوضح هذه مو أول مرة تصير، صارت أمس قبل الاستجواب بنفس الشخص ورد كررها مرة ثانية. نقول لك وقف عند حدك، ولا تتوقع اليوم أن أي نائب أو أي مواطن أنك راح تتعدى عليه راح نسكت. ما راح نسكت عنك، وراح نوقفك عند حدك بالقانون. عطلت الجلسات اليوم، وأمس كنت ناوي أنك تعطلها وكان في استجواب، واستمريت لهذه القضية تركز وتصر فيها. في قضايا مهمة جدا ما أشوفك سلطت الضوء عليها، وأتمنى أنت بالذات يا سعدون حماد أنك تصوت على قضية الإيداعات وكشفها، حتى أكشف النواب من تضخم حساباتهم والمبالغ المودعة في البنك. بس أبي أرد على صلب الموضوع وأبي أختم. نقول لا ينحدر الحوار في مجلس الأمة. الشعب الكويتي ينطر منا الكثير، الإنجاز، الرقابة، وتحقيق طموحاتهم. لما تعطل الجلسة على أمر شخصي لا يعني سعدون حماد، فمن التضرر؟ تضرر الوطن والمواطنين. فأبي أختم وأقول أن يجب أن نحط جميع الأمور المهمة اللي تخص الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وشكرا.